الترامادول زي ما احنا ما قلنا عباره عن مسكن مركزي خاص بتسكين الالام وخصوصا مرضى السرطانات. بيحسوا بالام جسميه رهيبه، والالام الجسميه ديت ما بيتخلصوش منها الا بالترامادول. ده الشخص المريض محتاج فعلا الترامادول تحت الاشراف الطبي، ولكن في بعض الناس الطماعه اللي بتبتدي تلجأ للترامادول علشان تاخده وتعمل بيه تأثير نفسي وجسمي عليه. عاوز يشتغل زيادة، يشتغل 18 ساعة مرة واحدة أو يسوق 18 ساعة مرة واحدة، أو عايز يطبق وردية أو ورديتين أو ثلاثة بقرص ترامادول، أو يبتدي إن هو يزود القدرة الجنسية بتاعته بالترامادول. ولكن إحنا قلنا إن الترامادول بيؤثر على هذه المراكز العقلية في المخ، إنه بيؤثر على المسافات، بقى فايق ومش مركز، يعني انتباه بلا تركيز، وده سبب من أسباب حوادث الطرق المنتشرة كتير جدا دلوقتي. وحاجة تانية تؤثر على الوقت أو تقدير الزمن. قلنا الإنسان عن الآخر بيعيش زمن واحد، ولكن إحساس كل شخص فينا بيختلف من الشخص للتاني. ممكن أعيش ساعة وساعتين أكنهم 10 دقايق، أو ممكن أعيش 10 دقايق أكنهم ساعة وساعتين. إيه اللي بيأثر بقى في الترامادول؟ بيؤثر على مركز تقدير الزمن. فعشان كده يا سادة يا رجال، اوعى تتوهم ان الترامادول مقوي جنسي. الترامادول بيعيشك 10 دقايق اكنهم ساعه وساعتين. ولو انت حاسس ان الترامادول بيديلك قدره جنسيه، روح اكشف عند الدكتور، علشان ممكن يكون عندك عرض وليس مرض. عرض لشيء في جسمك، ضغط دم مش مظبوط، سكر زياده شويه، فبيعمل نوع من الضعف الجنسي. علشان خلي بالكم، الاعتماد الجسم على الترامادول بيعمل عجز جنسي. بيعمل عجز جنسي والله. وبقول لكل مدمن، دعوه لكل مدمن، بطل الادمان والجا للخط الساخن اللي رقمه 160 23 اللي بيعالج بالمجان وفي سريه تامه، علشان تتعافى من مرض واحد اسمه مرض الادمان. احسن بكتير لما تجبر نفسك على تبطيل الادمان والمخدرات وتصاب ببعض الامراض الجسديه المزمنه، منها تصلب الشرايين وامراض المعده وامراض الكبد وامراض الكلى والعجز الجنسي. في يا جماعه والله شاب في الخط الساخن عندنا تعافى من الترامادول بعد ما ادمنه 4 سنين، وكان هيتجوز دخلته بعد 4 اشهر، وتعافى الحمد لله. ولما يتعافى من العجز الجنسي فكان بيستشير الاخصائي النفسي، هقول له خطيبتي ولا ما اقولهاش؟ هو تعافى وبقى شخص سليم جدا من الادمان، ولكن اصيب بالامراض الجسديه. عشان كده يا جماعه اي مدخن واي مدمن خلي بالك، بطل من دلوقتي، لان ربنا مديلك الفرصه. هتقول لي انا بشرب سجاير بقالي سنين وما حصلليش الامراض اللي انت بتقول عليها، لا تصلب شرايين ولا سرطان رئه ولا سرطان بلعوم ولا سرطان شفاه ولا سرطان رئتين ولا الكلام ده كله. احمد ربنا انك انت لحد دلوقتي ما وصلتش بالامراض دي. يا اخي بطل، بدل ما تصيب بمرض من الامراض دي يبقى معاك طول العمر، حتى لو بطلت السجاير غصب عنك بسبب هذا. واضحه الفكره يا جماعه؟ طيب انا يمكن خلصت كلام